يا مساء الفل عليكم، ايه الاخبار؟ والنهارده حلقه جديده من بودكاست الشغلانه، والبودكاست النهارده عن المودلز. من كام يوم نزلت اسك على الانستجرام اللي انت لو مش موجود عليه فايتك كتير قوي في الاستوريهات، وهتلاقيه تحت في الديسكريبشن. اسال الناس عن المودلز ومواقفهم مع المودلز، اذا كان فوتوغرافرز او ميك اب ارتست، وبصراحه جالي ردود كتير خضتني. فالنهارده هتكلم عن الردود اللي انتوا قلتوها، وهقول مواقف او حاجات حصلت معايا. والهدف من الحلقة بتاعت النهاردة مش ان احنا ننتقد المودلز في حاجة، لا، احنا عايزين نقول الحاجات اللي ممكن تضايق الاطراف اللي موجودة معاكم التانية في الشغلانة، عشان نبتدي ان احنا نحسن منها فنطلع احسن جودة للشغل ممكنة. فخلونا النهاردة نبتدي، وعايز اقول لكم حاجة، ان في حلقة المودلز هيتكلموا كمان على الميك اب ارتست وعلى الفوتوغرافرز، وهتنزل برضو في الاسك بتاع الانستجرام، فخليكم متابعين. واكتب لي تحت في الكومنتات لو حصل معاكم موقف غير المواقف الموجودة في الفيديو، عشان برضو الناس تتعلم منه وتبقى عارفة او تداريه ازاي، او حتى المودلز يتعلموا ان دي مشكلة حقيقية. يعني اول مشكلة او اول حاجة اتبعتت لي، اتقال شعر مو نظيف، اظافر مو مظبطة، لبس ما معها بتتدخل في الميك اب. تقريبا هي الموديل هنا بتتعامل على انها شريكه في الحدث او شريكه في الميك اب ارتست. خليني اقول لكم حاجه، انا كاسلام بتعامل مع الميك اب ارتست على انها كلاينت. ما بفرضش رايي على اي ميك اب ارتست، بقول رايي، ورايي دوت لو اتاخد بيه تمام، ما اتاخدش بيه مش بعمل بقى ايه اللي هو لا خلاص انا قلت ان ده غلط فماليش دعوه. بجتهد اني اطلع احسن جوده ممكنه من راي العميل، لان من الاخر هو العميل هو اللي مكلف اليوم كله. ولو هو عنده وجهة نظر مختلفة تماما، انا مش لازم ابقى يعني ند ليه او اتخانق معاه. من الاخر انا كل يوم عندي شغل او كل يوم عندي تصوير، وانت كموديل كل يوم عندك شوت. فلو انت في الاخر مش عاجبك شغل ما تنزلهوش، انما ما تتشرطيش، وتبقي مجهزة حاجتك وتبقي منظفة نفسك، لان قصة النظافة ديت اتقالت كتير قوي وهنتكلم عليها بالتفصيل قدام. جامد. اكتر موقف بيضايقني لما الموديل تفضل تتسهوك على الهير دريسر او الفوتوغرافر وتنسى السيشن اساسا. ساعتها بحس اني وممكن اتنرفز عليهم هما الاتنين وما بشتغلش معاهم تاني. يعني حلو ان يبقى في روح لطيفة في الشوت، بس في حدود الاحترافية. عايزين نبقى صحاب، عايزين نبقى في اي حاجة بيبقى بره الشوت. انا تقريبا بمنع تماما ان يكون في اي شيء من الاشياء ديت وانا موجود، والناس اللي اشتغلت معايا عارفة ان انا شارب جدا في الشغل بتاعي، لان في الاخر هو شغل، احنا مش طالعين نتفسح. شغلانة المصور مش حاجة ترفيهية، الميك اب ارتست مش حاجة ترفيهية، الموديل مش حاجة ترفيهية، ده بيزنس بيقوم عليه دخل ومصدر رزق لناس تانية، فلازم نبقى من غير معايا ولا ايه؟ اوكي، ده من فوتوغرافر قالك برفع الكاميرا عشان اصور، قالت لي اعمل ايه؟ دي كارثة بقى. لان انت دلوقتي المودلز او في مودلز جداد فاكرين ان هي عشان حلوة فتقدر تشتغل موديل، ودي فعلا مشكلة كبيرة قوي، لان مش كل بنت حلوة ينفع تشتغل موديل. واحنا معترفين يا ستي كرجالة ان كل البنات حلوين، انتوا كلكوا زي القمر، بس الموديل ليها مقاييس معينة، ليها شكل ايد معين، ليها اهتمام ببشرة معين وروتين معين، ليها اهتمام بشعرها، ليها شكل اسنان وشكل عظم وش وشكل ضوافر معين. الحاجات دي لو مش متوفرة فيكي انت مش وحشة، انت بس مش موديل، ولازم تبقي فاهمة ده كويس. ولو نويتي ان انت تبقي موديل لازم تذاكري، اي شغلانة في الدنيا لازم لها مذاكرة. ولو انت بدأتي مع ناس مش قوية شايفين ان انت واو حلوة ويطلع منك ومش عارف ايه، صدقيني بعد شوية بتبقي مش موجودة، لان بيخلصوا الناس اللي مش قوية بتخلص، وبتلاقي نفسك يا اما بتتكرري يا اما بتبقي مش موجودة. فبعد اذنك، شايفة نفسك حلوة، شايفة نفسك تنفعي موديل، ذاكري. تمام. وانت كمصور ساعد الموديل في شوية حاجات. ما بقولش ان الموديل تكون مش عارفة تروح فين، بس خليني اقولك ان بطبيعتنا كبني ادمين لو انت بتعمل حاجة هي كل يوم فبتبقى متكررة كتير. يعني في موديلز شاطرين قدام وجامدين، بس
ممكن اصورهم النهارده وبعد شهر وبعد شهرين هم بيعملوا نفس البوزز، وهنا بيجي وقت ان انا ببدأ اوريهم بوزز مختلفة، عشان هو الناس لما بتشوفهم بشكل مختلف هنا بيبان شطارتك انت. فالموضوع على الناحيتين، لو هي موديل بتكرر البوزات بتاعتها فانت تساعدها، لو هي مش عارفة تعمل بوزات خالص فهي لا، هي المفروض تستنى وما تعرضش نفسها كموديل وتبتدي تذاكر. عندنا بقى الكومنت دوت: موديل لا بتشيل شعر وش ولا حواجب، نموت احسن. الموقف ده حصل معايا انا شخصيا قريب، والموديل كانت حرفيا في شعر كتير جدا في وشها. ولما سألتها قلت لها احنا في شعر كتير في الوش، وجماعة انا بسأل عادي مش بتكسف، لان دوت ليه علاقة بشغلي، ليه علاقة باني اطلع جودة كويسة. خلوني الاول اقول لكم كمودلز بقى او كمصورين لازم تبقوا فاهمين احنا ليه شعر الوش بيضايقنا. شعر الوش مجرد ما بيجي عليه باودر بيبقى باين جدا مع الفلاشات، فانا عشان ابتدي اقلله واشيله ببتدي اشيل من حتة في البشرة ما فيهاش شعر واحط في حتة فيها شعر، بحيث ان انا اغطي الحتت اللي فيها شعر. فكل ما بشيل من حتة احط حتة، جودة البشرة عندي بتقل. فمش معقولة اكون انا جايب كاميرا ب 300 400 الف هي والعدسات والاضاءات معدية رقم غريب، وفي الاخر ابتدي ان انا عشان عايز اخد جودة، لا ده انا بقللها عشان حضرتك عايزة تشقري شعر وشك. ما ينفعش. حضرتك ممكن تشقري شعر وشك وانتي في الجامعة، وانتي خارجه مع اصحابك، وانتي جايه تصوري فاشن، وانتي جايه تصوري شوت ميك اب بيعتمد على وشك في الاول وفي الاخر. لا يجوز، ما ينفعش يكون في شعر في وشك، ما ينفعش تكون الحواجب مش معموله، ما ينفعش يكون ضوافري مش مظبوطه. في حاجات كتير لازم تكوني واخده بالك منها، لان انتي موديل بيوتي. فلو مفيش حلاوه في الموضوع، لو مفيش اهتمام في الموضوع، انا مش عايزك، وكتير هيبقى مش عايزك. ميك اب ارتست تبقى شغاله معاكي ومتضايقه، المصور هيبقى شغال معاكي ومتضايق، وصدقيني بيجي في الاخر بيفضل لك الكام حد اللي عايزين يشقطوكي، مش عايزين يطلعوا منك شغل كويس، وما بتبقيش مكمله كتير في المجال. بعد كده العصبيه والتليفون ما بينزل من ايديها. القصه ديت يعني حتى حصلت معايا انا وانا بصور، ان موديل تكون بتتصور وتليفونها يرن، فتقول ممكن ارد؟ طبعا اتفضلي ممكن تردي. فترد: ايوه انا هتاخر دلوقتي وانا مش عارف. طب ماشي يلا. فنخش في المود 2 3 بوز، التليفون يرن، وتبتدي هي مستعجله عشان تاخد البوزات بسرعه. خلصنا؟ لا ما خلصناش يا رحتنت، ما خلصناش. انا كاسلام تليفوني ما بيكونش في ايدي وانا شغال، فما ينفعش لا انت تكوني ماسكه تليفونك وانت بتعملي ميك اب، لان هي الميك اب ارتست محتاجاكي في وضع معين. عارف انت لما تروح تحلق وكل شويه تقعد تعمل منه كده، ده ما هو مش هيعرف يظبط لك حاجه. نفس القصه، انا ما ينفعش ابقى قاعد اعمل كده اهو، يعني ده امر مش مقبول بالمره. ما ينفعش اللي هو بقى بتعمل لي حواجبي وانا بتكلم في التليفون، او انا بنفخ. لا لا، الحاجات ديت ما ينفعش، ما ينفعش. بعد اذنكم نحاول ان احنا نكون محترفين شوية في التعامل مع الأطراف التانيين اللي موجودين معانا في الشغلانة. لو أنا هاخد شغل لازم أكون ملتزم بيه. مادام أنا وافقت على شغل وقلت إن الشغل دوت هيكون بمقابل كذا، فأنا لازم أكون قد الشغل دوت. لأن الناس أنا كإسلام مثلا عشان أعمل شوت لنفسي أنا ممكن أقعد أرتب فيه أسبوعين 3، فمتخيلين اسبوعين 3 وبعدين انت تيجي في نص ساعه تبوظيلي الدنيا. ممكن ارميكي من البلكونه عادي. فوتوجرافر بقى بيقول لك احنا الاتنين طلع عندنا نفس نوع الكلب، سلام، ونفس الاسم، الله، وقلنا اسم الكلب في نفس الوقت واحنا بنصور. يا حبيبي يا حبيبي، موديل مش عاجبها الريتاتش وعاجبها فيس اب ومصممه ان الصور وحشه دي يتعمل معاها ايه. بصوا من قريب جبت موديل، رشحتها الميك اب ارتست، والموديل دي شاطره ومعروفه وقديمه، وعملنا شوت حلو جدا وكان فيه كذا براند جوه الشوت، وسلمنا الشغل. انا نزلته عندي والميك اب ارتست نزلته عندها والدنيا تمام. بعديها بفتره فوجئت ان البنت ديت منزله الشوت عندها ومنعمه تحت ايديها، حاطه فلتر
ومغيره الالوان بتاعت الصوره كلها عشان هي بتحب المود دوت. فدخلت كلمتها فقلت لها احنا ما ينفعش ننزل حاجه من غير الشغل. فكان ردها عليا انا حر. هنا انت مفيش اي حاجه تعملها، لان انت مش هتروح تتخانق معاها غير ان انت بتعمل اكس كبيره على موديل زي ديت، ومهما كان نوع الشغل اللي هي ممكن تشتغله معاك انت بتكنسلها منه وما بترشحهاش لاي ميك اب ارتست، وبتحاول ان انت توعي الناس اللي بتتكلم عليها او عايزه ان هي تشتغل معاها، لان احنا شغلنا كله الوان. احنا مش جايين عشان نصورك صور حلوه تحطيها على البروفايل بتاعك، ومش هاممنا ان انت تنزلي الشغل على البروفايل بتاعك. اوكي، احنا كتيم وورك الدنيا كلها هتبقى شغاله مع بعض ممتاز، انما انت تحطي وجهة نظرك بعد اكتر من حد ما حط او شاف الدنيا رايحه فين وتوحشي شغلنا، فدي حاجه مش مقبوله خالص. وبالنسبه للفيس اب خلاص بقى، يعني بقت موضه قديمه، يعني كل الناس بقت عارفه ايه هو الفيس اب، وكل الناس بقت عارفه تقفشه، وكل المودلز جم فتره بقوا كلهم شبه بعض. فخلاص انت لو ما عندكيش ثقه في نفسك وفي شكلك بالطريقه ديت ما تشتغليش. صوري سيلفي واعملي فيس اب ونزليه على الاكونت عندك. واحده كانت جايه التصوير وريحتها وحشه، ده انتوا المودلز هينفخوكوا اقسم بالله. يعني اعتقد ان المودلز مش هيسموا عليكم. لا قال كده مصور على فكره عشان تاخدوا راحتكم ماشي. مره اشتغلت مع موديل واجت وجهها كله حبوب وما قبلت انشر الا لما عدلت على بشرتها قبل الميك اب. بحس ان القصه ديت مش بيكون ذنب الموديل قوي، بس المفروض تعرفيني. يعني حصل قبل كده وكان في موديل وطلع لها عادي، البنت تصحى الصبح تلاقي فيه حبايه او تلاقي فيه مشكله او تلاقي فيه حاجه، فبتبلغي، لان مش هينفع بتبلغي تبعتي صوره، لان لو احنا نقدر نداوي حاجه زي كده اتس اوكي، مش هنعرف نداوي حاجه زي كده فهيبقى الموضوع صعب، ممكن نتصرف يا اما يكون في موديل تانية او نأجل الشوت كل الوقت تاني. خليني اقول لكم على شويه حاجات كموديل لازم تاخدي بالك منها. اول حاجه بشرتك انت كموديل، وخصوصا موديل ميك اب او موديل فاشن او موديل بورتريه، انت لازم تخلي بالك من بشرتك، لازم يكون عندك روتين لبشرتك. ده مهم جدا عشان تطلعي ببشرة كويسة، فاحنا نقدر نطلع منها جودة كويسة فصورك تبقى نظيفة. انما كل ما زاد الايديت في بشرتك كل ما طلع الدنيا مش مظبوطة، ودي كارثة كبيرة. طيب تاني حاجة الشعر، مهم قوي ان انت تختاري الناس اللي تشتغل في شعرك، وفي حاجات ارفضيها. يعني في موديل جات لي ان عملوا لها بالمكوى اللي هي بتاعت زمان ديت، المكوى النار، فشعرها متدمر. فاحنا لا، احنا بنحاول نصلح اي حاجة عشان نحاول نطلع حاجة، لان شعرها فعلا متدمر ودوت يعني حرام على اللي عمل لها كده، وهي المفروض ما تقبلش ان حد يعمل لها كده. ما بقولش تتشرطي او تتنكي، بس على الاقل الحاجات اللوجيك ما تبقاش يعني ما حدش هيحط على شعرك مكوى كهرباء، يعني مش طبيعي. غير كده كمان مهم قوي ان انت تذاكري بوزز، تعرفي اللبس اللي هيتعمل ايه، تعرفي المود اللي احنا رايحين نصور فيه ايه، لان دوت هيفرق معاكي جدا في ان انت تطلعي شوت حلو. ونحاول كل اطراف الشغلانه ياخدوا الموضوع من حته ان هو سبوبه حاجه هتدخل فلوس، لحته اللي هو احنا كل سيشن كانه الاول والاخير. هو السيشن ده اللي ممكن يطرقع معاكي، هو السيشن دوت اللي ممكن يظبط الدنيا معاكي. فكل ما فكرنا بالطريقه ديت كل ما الدنيا عندي بقت احسن كتير. واخر حاجه هقولها هتبقى على المودلز اللي بيحطوا عدد ساعات معين في التصوير بتاعهم. انا ما عنديش مشكله ان انت يكون عندك عدد ساعات معين للتصوير، خصوصا ان في ميك اب ارتست بياخدوا وقت كتير جدا هما بيعملوا ميك اب، وده ممكن يبوظ يوم. وانا مقدر يعني ايه تبقي قاعده مستنيه بالثلاث ساعات او 4 ساعات بيتعمل في وشك ميك اب، وفي ناس ممكن تمسح وترجع، ممكن اقومك تصورك وبعدين تغير الروج وبعدين تعمل مش عارف ايه. انا مقدر ده جدا، بس نحاول يكون في مرونه شويه، لان في ناس اوريدي هي بطيئه مش قصدها تاخرك، في مصورين اوريدي بياخدوا وقت عشان يصوروكي مش قصدهم ان هم ياخروكي، وهو بياخد وقت عشان يطلع معاكي احسن حاجه ممكنه، مش عشان يرخم عليكي ومش عشان هو مش شاطر او حاجه، لا هو بياخد وقت عشان عايز يطلع احسن حاجه ممكنه منك. فحاولوا يكون في مرونه، مادام اليوم ماشي لطيف والدنيا ماشيه لطيفه
حاولوا ان قصة الساعات ديت يبقى فيها مرونة اكتر من كده، لان في مشاكل كتير بتحصل بسببها. وفي الاخر زي ما قلت في الاول ان الهدف من الحلقات بتاعت الشغلانة مش ان احنا ننتقد حد في الشغلانة، قد ما احنا عايزين ان كل حد في الشغلانة يتعامل بضمير ويفهم ايه ليه وايه عليه. شكرا لكم جدا، وسلام عليكم.